حلو الحب والاهتمام من الأم، لكن لفترة معينة وبطريقة معينة، لكن هي فضلت تهتم وتحب فيه لدرجة إن هو وصل للعشرينات وبقت تحدد مين يحبه ومين ينام معاه، حتى بتتحكم في ملابسه الداخلية. الرواية دي خلتني أفكر، فهل ينفع الشاعر يكون جاي من طبقة برجوازية ومكبوت عاطفيا وجنسيا وأمه بتتحكم فيه؟ بعبقرية شديدة جدا بيعرض كونديرا الصراع بين اللي احنا عايشينه ومفروض علينا وبين اللي نفسنا نعيشه، لكن مستحيل ده يحصل لأن شخصيتنا وأسلوب حياتنا والناس المحيطة بينا هتمنع ده إنه يحصل. ودي معضلة بطل الرواية ياروميل، اللي نشأ بواسطة أم تفتقر إلى الحب من كل اللي حواليها، لذلك بتحط طاقة الحب دي كلها في ابنها، في حب واهتمام زيادة. حلو الحب والاهتمام من الأم، لكن لفترة معينة وبطريقة معينة، لكن هي فضلت تهتم وتحب فيه لدرجة إن هو وصل للعشرينات وبقت تحدد مين يحبه ومين ينام معاه، حتى بتتحكم في ملابسه الداخلية. وبيكبر ياروميل وبيحس كل شوية بالتقيد، لذلك بيخلق في راسه شخصية كازافيي. كازافيي ده شاب يتيم متحرر، محدش بيهمه، بيروح ويجي زي ما هو عايز وبيتصرف زي ما هو عايز. هو ده اللي ياروميل نفسه يعيشه، لكن عمره ما هيوصل للدرجة دي من التحرر، لأن زي ما قلت لكم أمه بتحبه لدرجة تخنق زيادة عن اللزوم، وحتى ظروفه وحتى شخصيته شخصية برجوازية، مهما كان بيدعي إن هو اشتراكي لكن هو كل تصرفاته تصرفات شخص برجوازي. حتى كون إن هو ماشي في الحياة عايز يكون شاعر، هي اللي حددت ده من هو طفل صغير، لما كان بيكتب أي حاجة على الورق وهو طفل عادي بيشخبط، بتعلق الكلام ده في أوضته وكأنه أقوال مأثورة ومهمة جدا. فده خلق عنده نوع من النرجسية، إن والله الحاجات اللي أنا بقولها دي ضرر. ومحدش بيحتفي بشعره قوي غير إعلام الدولة، مش عشان شعره كويس، لكن هم عايزين أكبر قدر ممكن من الشعراء، لدرجة إن كان في حد بيقوله إحنا ممكن نصدر شعراء برا البلد، فأكبر قدر ممكن من الشعراء عشان يطبلوا للنظام الديكتاتوري اللي كان بيحكمهم وقتها. فهو زي ما قلت لكم مش شاعر، لكن هو زي ما بيقولوا القرد في عين أمه غزال، هي اللي كبرت الصورة دي عشان هي تفتقر إلى الحب، فحبته بزيادة واهتمت بيه بزيادة لدرجة دمرته. حتى لو هو بيدعي إن هو شاعر، هو مصدق إن هو شاعر، لكن هو ولا ليه أي علاقة بالشعر. وحتى لما بيجي يتكلم عن الحب وإن الحبيب يكون متفاني ومعرفش إيه، عمل حركة تثبت قد إيه ياروميل ده شخصية شريرة، وتثبت عبقرية كونديرا إن هو خلق من البطل بشكل سلس جدا شخصية شريرة. الواد راح فتن على أخو حبيبته، يعني تخيلوا ليه؟ لأن أخو حبيبته ده عايز يسافر برا البلد، هو مخنوق من نظام الحكم وعايز يمشي، عايز يمشي يسيب البلد، مش هيعمل حاجة، يعني هو لا هو جاسوس ولا هو عايز يأذي ولا هو عايز يمشي. أم راح فتن عليه للسلطات، فأخدوا الولد وأخدوا أخته. يعني إيه ده؟ لذلك نهاية ياروميل كانت بالنسبة لي نهاية عادلة جدا، واتسلطنت كده لما عرفت هو مات إزاي. دي أول رواية أقراها الكونديرا اللي كنت مأجلة قراءته بقالي سنين طويلة، ومن حسن الحظ إن بداية التعارف بيني وبين كونديرا كانت الرواية دي اللي رشحها لي صديق بيحب كونديرا جدا جدا جدا. بصوا أنا قيمتها 4.5/5، اللي هي هتبقى في جود ريدز 5/5، بس هي حاجة بس اللي كانت يعني إيه منغصة عليا، خصوصا في التلت الأخراني. كونديرا بيتدخل جدا في النص، وانا يعني انا بيني وبين الروايه عمالين منسجمين، فهو بيدخل كده في النص يقول وهي كانت تقصد كذا وهو كان يقصد كذا، فاللي هو سيبني سيبني يا استاذ ابني نظرياتي زي ما انا عايزه وافترض اللي انا عايزه. حرام عليك. انا كان نفسي امسك بطل الروايه وامه اديهم حته علقه